ضحكنا بوجه بكرة، لو نحب اللي نكره، لو غرسنا الأرض بذرة، لو منحنا الأمس عذرة، لو عطينا الوقت عمره، لو لمسنا نور قمره، لو هدينا العمر زهره، لو حلمنا شوي. يا دنيا ضمي هالكون بأسرار وغني لا فكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعينا ببرنامج عندي فكرة مع الإعلامية نور. الحياة كلها تشتاق لرمضان، الرجال، النساء، الشباب، حتى الأطفال بيشتاقوا لرمضان. كلياتنا بنشتاق للصيام، للإفطار، للسحور، لصلاة التراويح، حتى بنشتاق لأصناف خاصة بالطعام بهذا الشهر الكريم. نشتاق لمشاعر بتستوطن أعماقنا، نشتاق للأمان، للجمعات وللمات الرائعة والسهرات اللي ما بتنتهي إلا بسحور. نشتاق بهذا الشهر، نشتاق للقرب من ربنا، نشتاق للراحة والطمأنينة في قلوبنا، نشتاق للفرحة اللي عم نبحث عليها طول السنة. والفرحة اقترنت مع رمضان. الفرح شعور إيجابي دافئ مستديم. الفرح ليس مجرد فعل، بل إنه توجه حياة. الفرح ما بيختفي من قلوبنا بسبب حدوث مشكلة، وما بيهرب من بين أصابعنا مثل قطرات الماء، بل هو كيان قوي بيسكن القلب ويبيت في الفكر ويعسكر في الكيان. فهو أساسا الثقة في قدرة الله القدير التي ترفعنا فوق كل الظروف. نعم، الفرح اختيار شخصي حكيم، فليكن الفرح هو اختيارك الحكيم لنفسك. والفرح ما بيكون من غير فرحة الأطفال، ومع فرحة رمضان صار الفرحة فرحتين والحياة أحلى. ولفرحة الأطفال خصصنا لنا حلقة معنا مع سؤالنا اليوم. هي عادة بيعملوها الأطفال بالخليج تنشر الفرحة بقلوب الجميع. سؤالنا لليوم: الفرحة مع الجريجيعان شو موضوع؟ الموضوع هو الجريجيعان، هو صخب مزعج، أصوات عالية بتتردد صداها وبيوقع بالمدينة فرحة وبهجة عارمة، جمال استثنائي لهي الليلة الجميلة مختلفة، حيث كل منتصف هذا الشهر الفضيل ليلة هي بمنتصف هذا الشهر الفضيل بيحتفل الأطفال بشيء اسمه الجريجيعان. بيحتفلوا كيف؟ بتجمع مجموعة من الأطفال الصغار بيتجولوا بأرجاء الحارة والمدينة، بيمشوا بالأزقة الضيقة وهم عم بيرددوا النشيد المتعارف بهذا اليوم الاستثنائي. بيتمختروا بكل فرحة وسرور، حاملين بإيديهم كيس صغير أو كيس كبير حسب مقدرتهم على حمل هذا الكيس. لشو هذا الكيس؟ هلا بنعرف. بيمشوا بيقرعوا البيوت بيت ما في بيت بده يقرعوا بيوت الحارة، بيدخلوا دون استثناء، ما بدهم إذن. بيقابلوا أصحاب البيوت شو بدي يعطوهن يا حظكن؟ الحلوى. وين بدي يحطوها؟ بيفتحوا كيسهم وبيحطوها بقلبهم الحلوى. بتكرر هذا المشهد من بيت لبيت، وهن هالأطفال عم بيجمعوا الحلوى. ومن خلص بيوت الحارة بيجتمعوا كلياتهم ليقسموا الحصص، الكميات الوفيرة اللي حصلوا عليها من الحلوى بهذا اليوم. الطفل بهذا اليوم بيكون مرح، أكتر نشاط، أكتر إيجابية. هو التقى برفقاته، لعب معهم، غنوا وجمعوا حلوى.
ولكن منوقف عند ولكن ومنعرف شو بعدها بعد الفاصل، فانتظرونا.